أخبار المنتخب المغربي وفي أبرز العناوين. النظام الجزائري يتخذ قرارا صادم اتجاه نهضة بركان. الكاف تعين حكم مباراة بركان واتحاد الجزائر. لاعبان مغربيان في قائمة المرشحين لجائزة الفتى الذهبي. قبل المرور للتفاصيل لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتتوصل بكل جديد رياضي. جرى الكشف عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة الفتى الذهبي الخاصة بأفضل لاعب تحت 21 سنة بالعالم، وشهدت القائمة حضور لاعبين مغربيين، ويتعلق الأمر بكل من إلياس أخوماش وبلال الخنوس، وذلك باحتلال الأول للمركز 20 والثاني للمركز 25. وتمنح جائزة الفتى الذهبي من قبل صحيفة توتو سبورت الإيطالية بناء على تحديد اللاعب الأكثر تألقا في كل سنة سواء مع فريقه أو منتخب بلاده. تمكن المنتخب المغربي للفوتسال بقيادة الإطار الوطني هشام الدقيق من تجاوز عقبة غانا في مباراته الثانية ضمن منافسات كأس إفريقيا للفوتسال المقامة بالمغرب، ويتصدر المنتخب المغربي مجموعته بانتصارين برصيد 6 نقاط. أثارت السلطات الجزائرية جدلا واسعا بقرارها منع دخول قميص نادي نهضة بركان المغربي إلى أراضيها، وذلك خلال المباراة المرتقبة بين النادي المغربي وفريق اتحاد العاصمة الجزائري المقرر يوم الأحد 21 من أبريل في إطار ذهاب دور النصف النهائي لكأس الكونفدرالية الإفريقية. ويعود أسباب هذا القرار الغريب والعجيب إلى احتواء قميص نهضة بركان على خريطة المغرب كاملة بما فيها الصحراء المغربية، واعتبر النظام الجزائري هذا التصرف استفزازا له، واتهم النادي المغربي بالترويج لمغربية الصحراء في محاولة لتغطية فشله الدبلوماسي والتصعيد السياسي الذي يعيشه عبر إثارة القضايا الرياضية. وقد لقي هذا القرار انتقادات واسعة من قبل مختلف الهيئات الرياضية والسياسية المغربية التي اعتبرته خطوة سياسية تهدف إلى تسييس الرياضة وتقويض روح التعاون الرياضي. وفي ذات السياق عين الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف حكما موريتاني لإدارة مباراة الذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية بين اتحاد العاصمة ونهضة بركان المغربي، واختارت الكاف الحكم الموريتاني دحمان بيده لإدارة هذه المواجهة المقررة يوم الأحد 21 من أبريل الجاري بملعب 5 جويلية بالجزائر.